السلام عليكم احبائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله يا رب وبصحه جيده. كنبغي نشكر جميع المتتبعين الاوفياء وكذلك الناس اللي التحقوا بنا جداد. ما تنساوش تدعموا القناه باللايك والاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. واليوم نزولا عند طلب بعض المتتبعات الوفيات من بلد المهجر وكذلك من المغرب، غادي نحضروا سمن بلدي حر اصيل. كيف كتعرفوا السمن البلدي راه ما بقاش منحاصر غير في المغرب، حتى الاجانب كذلك والعرب ولاو كيطيبوا به، ولاو كيقلبوا او كيبحثوا على هذيك النكهه اللي كيوظفوها في الاطباق ديالهم وحتى في الاطباق ديالنا اللي كيتعلموهم منا، كالكسكس او الطاجين المغربي او الرفيسه او الحريره. يعني هادو الاطباق ديالنا الرئيسيه، ما غاديش نهضروا على البسطيله او اشياء اخرى، ولكن كاطباق اساسيه اللي كيتعلموها الاجانب منا هما هاد الربعه ديال الحوايج ديال الكسكس والطاجين والرفيسه والحريره. خليكم معايا لتحضير الوصفه واخذ المقادير. وهنا عندنا ثلاثه ديال العناصر اللي غادي نستعملوا في الوصفه ديال اليوم. عندنا الزبده كمكون رئيسي، وعندي الملحه 4-5 ديال المعالق ديال الملحه، وعندي الزعتر اللي سبق لي نقيته وغسلته وغليته خليته برد. كيف ما شفتوا عجنت الزبده مزيان، خليتها ليله كامله خارجه من الثلاجه. يعني هنا عندي 4 كيلو ديال الزبده ككميه، اللي خليتها ليله كامله خارجه من الثلاجه باش كتطلق. بما اننا في فصل الشتاء يعني ضروري ما نخليها ليله كامله، واخا يعني مشعلين الشوفو في الدار وداكشي، مي كيخصها تبقى خارجه من الثلاجه باش كتكون سهل علينا الخدمه ديالها. على فكره هذا الفيديو هذا راه اكثر من شهر ونصف وهو مسجل، غير ما كانش عندي الوقت باش نشارك معكم، ما كانش عندي الوقت باش ندير ليه المونتاج. يلا كتاب ليه داكشي علاش بغيت نتقاسموا معكم، بما اننا فصل دابا ان شاء الله غادي ندخلوا على فصل الربيع، وبزاف ديال الناس كيكون الحليب موجود، كتكون الزبده موجوده. يعني الناس هذا هو الوقت اللي كيعجنوا فيه السمن وكيوجدوه للعام او السنوات المقبله ان شاء الله. وهكا كنواصلوا العمليه ديال الغسل ديال الزبده كيف شفتوا معايا، يعني حديته مغسل. دابا من بعد ما غادي يعني نتاكد ان يعني خرجات الحليب ديالها كله، غادي نحيد هذاك الماء اللي غسلناها به، غادي نفرغه في السوبير قدامكم على عينيكم، باش غادي نمروا للمرحله المواليه. كيف كتشوفوا ها هو الماء ديالها راه كيخرج نقي، ولكن يعني تفاديا لهذاك الشك ديال الحليب ضروري ما نغسلوها. هنايا كنوضع الملح كيف كتشوفوا معايا، غادي نوضع الماء ديال الزعتر حتى هو اللي سبق لي غليته وبردته، وغادي نعاود نعجنها حتى كتجانس هاد العناصر فيما بينها مع الزبده ديالنا. عاد غادي نمروا للمرحله المواليه واللي هي السمن، يعني السمن حار اللي كان عندنا من السنوات الماضيه، يعني ما كيكونش ديال غير عام او عامين، يعني راه السمن كيكون حتى ديال 3 سنين او 4 سنين، يعني على حسب كل ما قدام السمن كل ما كيكون حار وكيكون عنده واحد النكهه خاصه. وهنا احبائي كيف شفتوا من بعد ما دخلنا هذاك الماء ديال الزعتر في الزبده ديالنا وجانس جيدا، يعني هنايا ما عملش، يعني بعض المرات كنقدر ندير حتى الزعتر اوراق، ولكن هاد المره ما درتو الزعتر اوراق. غليته وبردته هو اللي خدمت به. كنضيف ملعقه كبيره ديال السمن، كيف شفتوا راه هذيك هي الكميه اللي درت في 4 كيلو ديال الزبده. كنت ديجا محضره قراعي معقمين مزيان اللي غادي نحافظ فيهم
على السمن ديالي. صافي كنبدا نخلق هاد الكويرات بهذا الشكل هذا، وكنعمر القرعه ديالي حتى كتعمر مزيان. من كتعمر كنحاول نضغطها شي شويه، يعني نخبطها فوق الطبله او في الارض فوق فوطه، يعني خص يكون واحد الثوب لتحت باش يعني كتعمر مزيان وكتضغط هذيك الزبده. ما كيبقاش عندي لي سباس اللي يقدر يدير ليا الغموليه او يضيع ليا السمن ديالي. صافي وبهذه الطريقه كنكمل التخزين ديال السمن ديالي. من بعد ما غادي نسالي هاد العمليه هذه غادي يعني بامكاننا نغطيو السمن ديالنا بالورق الزبده او نغطيوه بالبلاستيك الغذائي قبل ما كان نسدوه باحكام. صافي وكنخليوه لمده طويله، يعني مده سنه او سنتين عاد كنقدروا نستعملوا السمن ديالنا. ودابا ما بقى لنا الا نخزنوا السمن ديالنا لمده سنه او سنه ونصف او سنتين على حسب الاحتياجات ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال السمن ديالي ديال السنه الماضيه، ماشي ديال هذا العام. ما شاء الله ديجا لقيته حار كيقطع، يعني ما غاديش نقدر نخليه لسنه اخرى، يعني ما غاديش نقدر نخزنوه حيت حتى كنذوقو نشوف واش نقدر نستعملو ولا لا. هذا لقيته واجد، يعني هذا غادي نستعملو هذا العام ان شاء الله. نتمنى انني نكون خفيفه الظل على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا في الوصفه. بالنسبه للبنات اللي طلبوا مني، دابا ما بقى لكم الا تطبقوا الوصفه، ولنا موعد في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في